الحله اللي انت حاططها فوق دي عامله كام؟ دي زوله عامله كام الحله دي؟ طبعا بصوا بيلموا اهو. عندها احاول برضو اعرف لكم اسعار وربنا يستر بس ما يلمش الفرش. ايمه ماشيه بكام دي؟ دي شغاله بتاع الشرعي والاربعه والخمس قطع كان بسعر واحد ب 150. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى اخوات اغلى متابعين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. انا موجوده دلوقتي عند فرشه ام هبه وام ملك. المفروض ان انا كنت اصور لكم الجوله يا جماعه من بدايه زكي السماك، بس للاسف في بلديه هنا وكمان الشغل بتقول لي احنا دخلنا الشغل وخرجناه كذا مره، فاصور لكم كده سريعا. نبدا بقى الاول فرشه ام هبه. ازيك يا ام هبه؟ عامله ايه؟ قولي لي كده ايه اللي معاكي النهارده؟ معاها بلوزات. هو بيبقى معاها في الغالب لبس يا جماعه وبيبقى معاها مفارش وملايات. دي عامله كام البلوزه دي؟ 70 جنيه. وفي اسعار ثانيه يا مهبه بقى لو الناس هتشتري منك. هي بتقول السعر عالي شويه عشان مبدا الفصال يا جماعه، لان عارفين ان الناس هنا بتفاصل جامد. افرضي طب يا مهبه بكام؟ 120. دي جلابيه جديده هي بالتيكت. تمام. وده شميز ب 70 واخره كام؟ يخلص على 50 مثلا؟ ماشي يخلص على 50. ده كله شغل جديد يا جماعه جاي من الامارات، بيبقى جاي استخدامه بسيط قوي، وفي حاجات بتبقى جديده زي كده زي اللي جاي بالتيكت دي مش مستعمله. وريني بقى الفستان. لا وريهوني صوروا. افرجي كده طيب. جميل قوي حتى الشمارات البطال. ده دريس ده؟ لا ده 50 على الشميز. ده دريس اللي المدام خدته. ده عامل كام؟ طب معلش ثواني اصوره كامل تصويره. ده عامل كام الدريس ده وفيه حزام من ورا؟ عامل كام ده؟ ده ب 100 وممكن برضه تفصلوا معاه. وريني بقى الشنط اللي انت بتقولي انا جايبه شنط حلوه دي. دي شنطه رجالي. دي شنطه بتاعت اللابتوب واستخداماتها كتير غير اللاب. شنطه رجالي بيد اهي والسوسته سليمه واستعمالها بسيط. دي عامله كام دي يا ام هبه؟ اخرها ب 100 جنيه. جميل عليك. طب وريني الشنطه دي. هيبقى جميل عليك. وريني الشنطه دي. ودي ب 80. بصوا الاسعار برضو اللي بتقولها عاوزه اقول لكم ما تدققوش عليها قوي، هي تقول سعر وانتوا فاصلوا معايا. دي اخرها ممكن تخلص 50 60 جنيه. وريني كده افرادي. طيب افرادي. للاسف هم لامين معظم شغلهم عشان البلديه. حلوه قوي الجلابيه دي جديده. دي عامله كام دي؟ بصوا بلوزه زي كده دي ليدي ومقاس كبير. بكام دي؟ دي شيفون وده تصميمها حلو. عامله كام البلوزه دي اللي المدام هتاخدها؟ عامله 70. حلو قوي الفيست ده. عامل كام؟ ده مقاس كبير. ده اخره 100 جنيه ومعاها قمصان رجالي. بصوا ده بكام القميص ده؟ ب 50. في حاجه تاني معاكي ويخلص 40 جنيه. البنطلون ده بنطلون المقاس الكبير ده بنطلون ليدي ب 70 ويخلص 50 برضه. هو عندها لبس كتير النهارده وكان بيبقى معاها كوتشيهات والشنط بتبقى معاها كتير، وانا كنت مشتريها منها شنطه ووريتها لكم كنت جايبها ب 50 جنيه. الكارد ده حلو. عامل كام ده؟ عامل كام الكارد ده؟ 70. الكارد ده عامل 70 جنيه. سيبك بقى انت مع المحشي وندخل على ام ملك ونشوف الشغل اللي موجود معاها النهارده، لان هي قالت لي هتجيب مايوهات وهتجيب لعب. هي جايبه عرايس وعندها العبايات الخليجي اللي قالت لي عليها الاسبوع اللي فات. حلوه العبايه دي. ده شغل الامارات برضو زي ما قلتي من غير حلفان. انا بصدقك ام ملك. بصوا تصميمها على العبايه حلوه. بصوا هي الشغل نضيف اصلا. بصوا دي عبايه ايه؟ خامه كريب نضيف تحسوها كريب على ستان. دي عامله كام طيب؟ 500. يعني اي عبايه من العبايات اللي هتعرضيها ب 500. عليها بوله والله العظيم هنا ب 450 في مصر. ده جاي لي من بره مصري لكن اللي هي الاماراتي دي تبقى ب 500 جنيه. انا هنا عشان اشتريها انا جمله ليا عشان ابيعها والله ب 450. ب 450 جمله؟ لا خليجي برضه ليا انا. يعني انت هتشتريها جمله لو اشتريتي زي دي جمله ب 450 جمله. تمام. ده شغل بيجي لي من بره مش حلوه كمان دي ب 500. انا اخدت منها الاسبوع اللي فات عبايه ب 100 جنيه وطلعت تحفه اقسم بالله. اولادي قالوا لي دي خليجي ومقاس كبير. اولادي قالوا لي ان فعلا سعرها حلو ب 100 جنيه ما فيهاش غلطه. وانا فردتها الاسبوع اللي فات ووريتها للمتابعين. وكانت في برده متابعه بتقيس عبايه كانت واخداها ب 150 عبايه ترندي.
دي يعتبر عبايه اوبن اهي، وفيها تصميم. بصوا اهو على الجناب. فين البراند اهو، وده البراند اهو. 500 برضو دي يا ام ملك، 500. في عبايات ورينا، انا عاوزه كده اشوف كل العبايات اللي معاكي، بحيث ان لو حد عجبه حاجه تواصل معاكي. كان معاكي ايه ما عرفتيش تجيبيه؟ عندي بيتي برضه حلو قوي برضه. وعندك بيتي نفس الشغل النضيف ده. ايوه انت عارف. بتبيعي بكام البيتي بقى؟ في حاجات ب 200 وحاجات ب 150. 200 و150 البيتي. درجه اولى. حاجات درجه اولى، شغل عالي. هي شغلها بصراحه حلو. دي برضو اللي فيها البراند دي ب 500 ومقاس كبير. ده الماركه بتاعتها. بص تصميم الكم. القماشه مفروده ازاي، هي مطبقه في الشنطه ما فيهاش. طيب ورينا اللي بعدها. حلوه قوي دي كمان بنزلها النهارده ب 500 برضو. بصوا البراند اهو يا جماعه. لا حلوه. ورينا ايه تاني؟ عاوزين بقى نشوف المايوهات. انت جايبه شرعي؟ مايوهات اللي هي الوان بيس، اللي هي الوان بيس اللي هي البيكيني. كان معاكي شرعي، قلتي هتجيبي شرعي. ما جاش حتى هسيب لكم تليفونها في اول تعليق. الشغل ده كله في الجناب. اللي عاوز المايوهات يا جماعه تواصل معايا. كان معاها المايوهات الثلاث قطع الشرعي والاربعه والخمس قطع كان بسعر واحد ب 150. حلوه العبايه دي كمان 500. خامات حلوه. ماشي ورينا اللي بعده يا ام ملك. هي بصراحه ما بتجيبش الشغل ده، هي عندها محل في النهضه، قالت لي انا بجيب الشغل ده للناس يشوفوه اول مره. اللي هيعجبه حاجه يا جماعه يتواصل معاها. وطبعا ده مش كل الشغل اللي موجود عندها في المحل، دي عينات بس من اللي بتيجي. ده الشغل اللي هو درجه اولى، ده جاي من الامارات، شغل ما عليهوش كلام. حلوه دي كمان اهو. وخامه نضيفه قوي ما شاء الله. انت شايفه الحاجه لما لا انا شايفه بصراحه الكاميرا كمان ظلماها. يعني انا شايفه، انتوا عارفين العبايات السمراء ما بيبانش قوي تصميمها في التليفون. لا مايوهات اللي هي البيكيني معلش. حلوه دي كمان. طب هتيجي امتى؟ بس في ناس بتسال على المايوهات دي اخر حاجه. اللي رن عليها الاسبوع الجاي او خد رقم. طب ورينا برضو المايوهات اللي معاكي. البيكيني دي اسعارها ايه؟ المايوهات البيكيني ده ببيعه ب 100 عشان كده. المايوهات البيكيني اسعارها كام؟ 75. 75 اي مايو. افرزي العبايه دي. الموهبه دي مش طبعا. دي بكام دي؟ طيب بكام دي يا ام هبه؟ العبايه دي جت معانا في الشغل بتاع ام ملك. دي بلوزه. بصوا هي عاوزه تتغسل يا جماعه، اللي عليها تراب. وريهاني تاني هاتش. انا افتكرتها عبايه، بتقولي دي بلوزه. هي عاوزه تتغسل بس. حلوه قوي، بتقولي ب 70 جنيه. طيب قلنا اي مايو ب 75. المايوهات البيكيني اهي وجايه بالتيكت مش مستخدمه. بصوا ب 75. انا كنت صورتهم هنا في شارع بولاق الجديد، فيه ب 150 وفيه ب 100 وفي حاجات ب 75، بس الشغل ده احلى. طب المايوهات ما فيهاش كلام، ده سعر واحد. ده اخر حاجه في الاسعار. المايوهات ما فيهاش سعر تاني. مش مستاهله كلام، ده ب 75. تمام. برضو نستفسر عشان الناس تبقى عندها علم بالحاجه قبل ما تيجي. ده كرسي. بصوا ده كرسي ب 100 جنيه. ده جديد اهو مش مستخدم بالتيكت. طيب العرايس اللي معاكي دي وريها لنا. بكام العروسه دي؟ ده مش برضه هي دي شغاله؟ بتغني. ورياني كده. طبعا مش هنسمع الصوت في الدوشه، بس هي لما تقول انا بثق فيها. بكام دي يا ام ملك؟ انا مش سامعه صوتها بصراحه عشان الدوشه. ب 100. بصوا يا جماعه اهو، هي فعلا بتغني. انا دلوقتي سمعت صوتها. ب 100. طب بيبي دي 75 عشان 75 ودي 50. بصي كمان اصلي. هاتي كده. هاتي وريني كده. دي كام دي؟ 50. ده كله كده 50. ده كده كله 50. ماشي. اعلى
حاجه عندك اللي هو ال 100 كان بيبقى معاها برضو دباديب والعاب براند كان معايا العاب وحاجات كتير. ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي انزل شنط مدارس. الاسبوع الجاي تجيبي شنط مدارس. على العموم اللي بيدور على شنط مدارس يتواصل معاه ويعرف الاسعار قبل ما يجي. هو الكبير ده كله كام الصغيره اللي كنت ماسكاها؟ دي بكام؟ ودي 25. اقل سعر في العرايس 25 جنيه. طب قولي لي رقم تليفونك كده يا ام ملك. 011 5 011 5 1 2 1 2 3 3 3 5 5 1. 5 5 1. شكرا يا ام ملك. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا هايصه جدا في بلديه، وللاسف مش هعرف اصور لان هم عمالين يشيلوا ستاندات والناس البياعين اللي في الارض بيشيلوا فروشات، فاروح عند ام رحمه كده اصور لكم وهنهي الفيديو بفرش ام رحمه. بصوا ام رحمه الناس اللي سالتني هي بتبقى موجوده قدام حماده لولو يا جماعه، تبقى على الصف اللي فيه كشر السلطان ابو العلا، وبرده لما علشان البلديه. ازيك يا ام رحمه عامله ايه؟ مش هنعرف نصور حاجه عندك؟ الحاجه هناك ايه لميتها عشان البلديه. عشان البلديه طيب سريعا كده، هو الناس اللي شافوا الفيديو الاسبوع اللي فات عارفين ايه الموجود عندك. عندها بلات اي شادو، عندها الفاونديشن يا جماعه بيبقى مستخدم، بيبقى نواقص ما بيتعبيهوش، وبتبيعوا باسعار حلوه. الاسعار عندها بتبتدي في الفاونديشن من 15 جنيه. اعلى حاجه في الفاونديشن عامله كام؟ عامله 45 50 45 50 على حسب بقى الكميه الموجوده. بصوا بيبقى عندها بلات اي شادو بصوا عندها بلات اي شادو وباودر، هي ناقصها عين بس دي مركزه. وهنا العين الثانيه دي عامله كام دي؟ دي عامله 35 35. في كلام في سعرها ولا ده سعر نهائي؟ اخره 30. 30. الريحه من تبدا من 60. دي البرفانات اللي انت قلتي نواقص واصليه صح؟ بكام بقى؟ 35 35 واعلى سعر على سعر 50 اللي هي مليانه ب 50 يعني 35 و50. هي بتقسم بالله ان دي خام. برضو انا هجرب كده، رشي لي بس من الازازه دي، ثانيه حطي لي على ايدي كده. ما بتطيرش. هي حلوه ريحتها قويه. لا ريحتها حلوه. في اعلى من حريمي ورجالي وفي اعلى من كده. في اعلى من كده واحلى. يعني المليانه دي اللي قبل الاخر دي 50. مفيش اغلى من كده عندك. طيب واقلام الروج دي ولو قالت لي ب 40 بمشي. ولو ب 40 جنيه ممكن تمشي الدنيا، ولو 30 جنيه هتمشي الدنيا برضو. هم هنا البياعين 35 ماشي. هم هنا البياعين غلابه جدا، بيبقوا عاوزين يمشوا الدنيا عشان بيقعدوا بس فتره بسيطه. بمجرد ما المحلات تفتح بعد كده بيروحوا. اللي بيلاقي مكان بيقعد فيه ويقعد لغايه بعد الظهر، وبعد كده اللي ما بيلاقيش مكان بيبتدي ان هو يروح. قولي لي بس اقلام الروج دي عامله كام المونوكير ولا كل حاجه لها سعر؟ 7 ونص. 7 ونص المونوكير. هتعب الله. دي كلها ماركات. عمل لا ده جديد والله. طب بكام؟ ب 10. ده ب 10 جنيه جديد. حلو جربه. يا معلم عمرو روح هات اللي فرشه اللي هناك جربه. جيب حاجه هنا ثلاث. ده جديد. ده عامل كام 10 قلتي؟ ده جديد. القلم الروز بردك ب 10. وشايفه عندك مسكره. المسكره لا ب 25. مسكره 25 افتحها لنا كده. بص عندنا كازونات وتعبيضات وممنوعات، عندنا بصوا ممنوعات. جربتها على ايدها. بصوا جربتها على ايدها اهي ب 25 ب 20 بمشي. وب 20 كمان. وب 15 كمان ما عندهم اسعار كتير، وهم الناس غلابه زي ما قلت لكم بيمشوا الدنيا، ما بيوقفوش على 5 جنيه و3 جنيه والكلام ده. ده عباره عن ايه بقى يا ام رحمه ده؟ ده والله انا عارفه بيخش على التليفون بس انا مش عارفه. الناس اللي عارفه. طب هو بكام؟ الموضوع ده بقى لي في كام؟ طب بكام ده؟ ده ب 20. ده مشوار سكوف. ماشي. في 2 منه اصلا. يلا بقى عشان طيب ومعاكي ايه تاني؟ معاكي بلاط اشياء انا شايفاها، ومعاها يلا عشان اي برو باودر. بصوا انت معاك كام؟ ومعاها كمان باليت MN. شمبلوك هناك في الكريمات. افتحي بس دي، افتحي لي دي يا كابتن بعد اذنك. هناك في هي ليها زباينها على فكره، يعني ام رحمه هنا معروفه في المكان ليها زباين. ده صعب قوي البلاشر ده. طب عامله كام العلبه دي؟ 10 جنيه. بكام يا ام رحمه؟ عشان دي بالصور فات. ازيك يا عم العابك ابو اللي محمود؟ طلعنا عامل على ايه؟ التيك توك بكام؟ والفيسبوك. 10 جنيه اخرها. طب ورينا حاجه تانية معاكي كده يا ام رحمه، عشان الدنيا هنا صعبه قوي التصوير. وفرشه عم ابو محمود برضو بيتنقل، واخره هنا الساعه 12 الظهر. انت كده هتروحي؟ بكام البالت دي؟ ديت ب 35. 35. طب وريني علبه الباودر دي من ناحيتين. وعامله كام العلبه دي؟ ديت 35. طب الحاجات اللي ورا بقى عباره عن ايه؟ شامبوهات. انا شايفه في زباين جايبين حاجات. بتاع العلبات انا جايب 15 جنيه وكنت ببيع ب 30 السنه. بربي يا جماعه. 25. ده صنفره للبشره. عامل كام ده؟ ده ب 20. ب 20. اخره من 230. عايزه تاخديه؟ اتفضلي. بصوا ده صن بلوك. ده كام ده؟ 30. 30 طب اروح اصور الفرشه اللي هناك.
بصوا اوريكم بقى المنتجات اللي عندها سيرم شعر، عندها كريمات بشره. بصوا منتجات دوف. عندها حاجات كتير. ب 10 جنيه اي حاجه هنا بقى. اي حاجه هنا 10. اي حاجه بكام؟ 10 و15 و20. اي حاجه من الحاجات دي، واعلى حاجه 30 جنيه. بصوا يا جماعه اغلب الحاجه اللي موجوده عندها ما بين شامبوهات بانتين، صن بلوك، سيرم، معجون سيجنال اهو، ده نواقص، ده كله براندات اصليه. كريمات دوف وكريمات جلايسوليد. ماشي. سانوسان ده كريم يا جماعه للاطفال، استخدموا بامبرز. ده ملطف ومرطب لبشره الطفل. حد مشتريها؟ فضيت مني بسبب النقل كل شويه. بركن على جنب. طيب بكام البالت دي؟ دي ب 35 ب 30 دي جنيه. كان رموش واتكسرت مني من كتر النقل. ودي ضوافر. ضوافر ديت عندي كميات منها. دي ببيعهم ب 30 جنيه مليان. المجموعه دي كلها ب 30. افتحي طيب كده البالت دي. ده عامله كام البالت دي؟ ناقصه طبعا. دي عامله 35 بتاعتها 45. دي 45 ودي نواقص. عندي كذا منها كذا واحد. طيب رقم تليفون ام رحمه يا جماعه هسيبه لكم في اول تعليق مثبت. هي بتبقى قدام حماده لولو. وطبعا الناس اللي تابعت معايا فيديو لام رحمه قبل كده انا كنت مصوره الفرش كله. طيب على العموم يا جماعه انزلوا لها بدري، بتبقى موجوده من الساعه 7 الصبح. تعالوا بقى نشوف اخر حاجه. بيجي 6:30 هنا. يعني اللي هينزلك هيجي يلاقي 7 موجوده. طيب نشوف فرش ابو محمود برضو، ده يبقى اخر حاجه معانا، علشان الاسبوع اللي فات كان بيلم حاجته وكان هينتقل في مكان تاني. ازيك يا عم ابو محمود؟ عامل ايه؟ سريعا كده قول لنا عشان البلديه الحله بتاعت الضغط دي عامله كام؟ 850. والحله دي 400. والكبيره دي 920. والصغنونه دي موت. الصغنونه دي 200. والصغيره دي 200. واللي جنبها 200 و175 و275. 275. ودي الصغيره دي 175. اللي جنبها دي 275. 275. اسعار البرادات؟ البرادات 200 و250 و150 و175. طب والحله اللي فيها غطا بايركس؟ حاجه غير بيكسب دي 200. هو الشغل اللي موجود عنده يا جماعه في منه الجديد، في عنده الحاجات اللي بتبقى جايه خارج فنادق، والجديد بيقول جديد والخارج الفنادق بيبان كانه جديد. استخدامه بيبقى بسيط جدا. وعنده بيبقى ماركات بونيرا بتبقى جايه معاها حاجات لقط، ماركات بونيرا، ارشا الالماني، وعنده الانتاج حربي، وعنده كمان ماركات زولا. طيب السيرفيس ده عامل كام؟ 350. والحله اللي انت حاططها فوق دي عامله كام الحله دي؟ دي مصري ب 800. مفيش حاجه عندك بونيرا نصورها ولا على الفرش التاني مع ابنك؟ تعالى معايا على الفرش التاني كده يا عم ابو محمود. بصوا دي بونيرا اهي يا جماعه. دي عامله كام بونيرا التركي دي؟ 450. 450. وبرده معاه الناحيه التانيه بيبقى ابنه فارش معاه. بصوا الكنك ده عامل كام؟ احمد صح؟ الكنك ده عامل كام؟ 75. وكوبايه الميه دي؟ دي 30. والكنكه الكبيره اللي قدامي دي؟ دي كام دي؟ 100 برضه. دي ب 100. والكلبانه دي اللي فوق دي؟ لا كنكه برضه. دي عامله كام؟ 100؟ لا دي 75. 75. اللبانه واللبانه دي عامله كام؟ 175. 175. اسعار دي اللي بيقولها سعر واحد، في اسعار لمتابعينا الجنوب يا جماعه. البراد ده بعد اذنك اشوف صوره بكام البراد ده؟ 220. 220. بصوا بيبقى معاه تشكيل كبير، وبيبقى معاه حلل اللي بتاعت الافراح، الحلل الكبيره اللي كانت سعرها كام فكرنا كده؟ اللي هي كانت 1000 و1000 ونص و1300. دي 1100 اهي. لا كانت في حلل اكبر اعلى من كده. اعلى عامله 1000 ونص. عامله 1000 ونص. طب الطاسه دي عامله كام؟ طاسه دي عامله 220. 220. والحله دي دي اسعارهم 520 زي اللي هناك. نفس اللي هناك. طب رقم تليفونك يا عم ابو محمود؟ 011 20 73 50 18. مكانهم الحاج بس يا جماعه. هو بيقعد اساسا عند المسعود من الصبح، بمجرد ما محل المسعود بتاع السيارات يفتح بيبتدي بقى ان هو يتنقل في نفس المكان. يعني ممكن تلاقوه قدام حماده لولو فتح خلاص، هو كده اخره هنا على الساعه 11 ونص بالكثير. تمام. ده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بعد اذنكم لايك للفيديو وشير واشتراك القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.